السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه الايام دي بقى؟ كل سنه وانتم طيبين، داخلين على شهر رمضان الكريم. وطبعا في شهر رمضان بنحب نعمل عزايم، بنعزم بقى قرايبنا، بنعزم اخواتنا، بنعزم اصحابنا. بس اكيد طبعا ساعات ما بيبقاش عندنا وقت، وساعات كمان في ناس موظفين مبقاش فاضيين ان هم يعملوا وجبات ويعملوا اكل. احنا جايين النهارده يا جماعه عند الاستاذ هنا ابو كرمه، ما شاء الله عنده هنا جميع المشاوي، بيشوي فراخ، بيشوي كفته زي ما انت عايزه. ممكن تجيب له الفرخه يشويها لك، او كفته مثلا تتبليها انت وتعمليها هو يشويها لك، برده الفرخه نفس الحكايه. وعنده برده جاهز، يعني ممكن كمان تيجي هنا تجيب له الفراخ يشويها لك ويتبلها لك، وكمان يعمل لك الكفته. ما شاء الله بيعمل هنا شيش طاووق، بيعمل بيشوي فراخ وبيتبلها، وبيعمل كمان كفته على الفحم. كل حاجه هنا ما شاء الله نظافه نظافه نظافه. المحل اهو يا جماعه. دلوقتي بقى نخش كده على المحل ونشوف الاستاذ ابو كرمه ونشوف ايه اخبار اخبار المحل بتاعه واخبار المشويات واخبار الفراخ عنده ايه. معانا بقى يا جماعه الاستاذ هنا ابو كرمه. السلام عليكم، كل سنه وانت طيب. طيب بس تكون قبل اي شيء الله سماح ورجل الجاهليه على دماغ مولانا هنا بمكان المتواضع. الله يحفظك. ان هنا شغالين شغل نظام بيتي، بنشوي فراخ، بنشوي كفته، بنشوي اي شيء انت عايز تشويه، اي شيء عايز تحضره، وجبات، مناسبات، افراح، كل شيء هنا متاح. هنا برضه بنتعامل هنا مع ايه؟ شغل جاهز برضه، هنا شغل منتجات فريش مقابل المركز. كل منتجات فريش هنا انضف حاجه مقابل المركز. لو تروح هتجيب منه جاهز هتيجي هجهزه لك هنا، هجهزه لك مشاوي، هجهزه لك طبيخ، هجهزه لك اي شيء. هنا اللهم صل على النبي شغالين دي شغل كفته جاهز على السويه على طول، كفته يا جماعه وبرجر فحم. برجر كمان اهو. وعندنا سجق، عندنا سجق شرقي محترم جدا. عوش على الفحم، حاجه محترمه جدا برضه. كل شيء هنا تمام التمام. شايفين النظافه يا جماعه؟ سجق وكبده يعني زي ما انتوا عايزين هنا. دي الكفته ست الكل. دي الكفته يا جماعه ما شاء الله. دي العجينه بتاعتها. دي التتبيله بتاعت الفراخ برضه بس كلها على طباعه، ما تبقاش الشغل على الطباعه. دي برضه تتبيله الفراخ يا جماعه. ادي الفريزر يا جماعه، دي شغل شايفين؟ دي السلام، دي فراخ شيش. دي شيش فراخ طاووق. شيش. عندي هنا الفرخه 4 اسيام. كده فرخه عندي. ما شاء الله. الفرخه دي سعرها كام؟ دي 2 كيلو 2 كيلو 200 جرام، سعرها 350 بالرز والشوربه كامله وكامله 400. هتجيبها في البيت تطبخيها هتكلف اكتر من اللي انا بقول لك عليه. فعلا. عشان برضه يعرفوا في الفيديو اللي انا بقوله له. طالع من شغلك، طالع من يعني هو يا جماعه هيوفر على ست البيت كتير بجد. ابعت اي شغل. وهنا الاسعار مناسبه، هنا الاسعار ما بفتريش، هنا الاسعار مناسبه فوق ما تتخيل. كل شغل هنا الاسعار مناسبه فوق ما تتخيل. اي حد طبعا الابله سماح، اي حد طبعا بالوزاره الداخليه هيشرفني هنا، يتعمل له خصم هنا محترم برضه عشان تعرفوا. شوربه برضه بس الكل، شوربه برضه، شوربه لحمه برضه، شوربه محترمه برضه. هتطلع منظر الشوربه عامله ازاي. شوربه يا جماعه شايفين؟ عندك برضه رز هندي برضه هنا. رز هندي حاجه محترمه برضه ما شاء الله ما شاء الله. بالظبط الزيات اهو. مفيش حاجه هنا ماسكه ببعضها، كله اهو. ما شاء الله الشغل بجد والله نظافه، شغل نضيف جدا. وده كمان يا جماعه الطحينه الشغل برضه عشان يبقى والسلطات اهيت ما شاء الله شايفين؟ يعني كده شغل عالي. ادي السلطات وادي الطحينه. يعني نظافه نظافه ما شاء الله. هنا تجهيزات بيتي يا استاذ سماح، هنا تجهيزات بيتي. كل ست عايزه تعمل اي تجهيزات تجي لي وانا ماليش بركه الا برضه. احنا كمان يا جماعه داخلين على رمضان زي ما قلت لكم. اخوك ابو كرمه وبصش لخلفيات فلوس عشان والله برضه تبقى بجد عارفين ما شاء الله. عليه. يعني كفايه ذوقك. تعالوا مشرفونا وشوفوا الوضع وشوفوا المكان وشوفوا الاكل وذوقهم برضه عشان تعرفوا. البلد هنا انا لسه مطعم من زمان وانا ابن كار، والبلد كلها عارفه ان انا ابن كار وعلى ايديهم في المال. تعالوا جربوني وشوفوا الوضع وشوفوا النظام بتاعي، مش هتخسروا حاجه. وده الوضع على الطبيعه والنظافه على الطبيعه وكل شيء على الطبيعه. لا ما شاء الله شايفين يا جماعه؟ دي الطحينه. دي بيحضر الطحينه الجيز دلوقتي الماء الجيزه قدام. بيحضر هنا الطحينه. شوفوا الوضع على الطبيعه برضه حاجه شايفين؟ هدوكوا بس خلفيه عن المحل شكله عامل ازاي عشان تشوفوا بس قد ايه هنا نظافه ما شاء الله. شايفين؟ مش في الفيديو برضه، مش في الفيديو. هشوف برضه فص الفراخ، فراخ فريش حماده وحيد البلد. استاذ حماده وحيد اشهر واحد في البلد في الفراخ برضه في الفريش. حاجه بالصلاه على النبي، فص محترم.
مفيش زفاره مفيش اي حاجه. ده هيتبل دلوقتي بس بيصفى من الميه ان شاء عشان الله. بس برضه ان الناس تفهمها برضه. ان شاء الله. كل حاجه هنا ما شاء الله. بتيجي هنا تاخد الوجبه بتاعتك بالرز بالسلطات بالطحينه بكل حاجه. عنده وجبات تقديم على رمضان، هيبقى في رز في خضار في لحوم في كمان محل، هيبقى هنا افطار كل شيء كل يوم اكل معين، كل يوم اكل ست زي ما انتوا بتطبخوا في البيت هعمل له كل يوم زي ما انتوا بتطبخوا برضه. ما شاء الله. كل يوم تشكيله هتلاقي في المنيو جديد باذن الله في رمضان. وجبات بتبدا من 100 ل 130 140 150 يعني زي ما انت عايز. اقصى وجبه 150 وهتاخدها هتكفي فرد ونص فردين. يعني ست البيت دلوقتي ما تشيلش هم اي حاجه يا جماعه في ما تشيلش رمضان. أي شيء. الموظفه برضك نفس الحكايه، مش هتشيل برضك اي هم. هتيجي عايزه وجبه عند الاستاذ ابو كرم. اللي هيجربنا مره هيجي لي انا مره هيعرف اللي فيه خام وهيعرف اللي فيه نظافه وهيعرف كل شيء باذن الله. ده بجد والله انا عن بإذن نفسي خدت الله. من هنا فرخه ما شاء الله بجد، بإذن الله. تتبيله ونظافه ومش فيها اي لحظه فرخه. وجبات بتتجهز زي ده برجر مشوي على الفحم ما شاء الله، كفايه الريحه بجد حاجه كده. شغل فريش بيور 100% يا سماح. اه والله ما شاء الله بجد يا جماعه، والله حاجه كده تحفه. وكفايه اصلا نظافه والله العظيم بجد. يعني شكل المكان ما شاء الله يشجع اصلا الواحد ياكل وهو حتى مطمئن. وكمان يا جماعه السجق اهو. ركع المبدأ بجد والله ربنا كده يبارك فيكم ويوسع رزقكم يا رب. خلى زيان حاجه كده ما شاء الله. خلى زيان. وده كمان يا جماعه الطحينات، يعني الشغل كله فريش قدامكم يا جماعه ما شاء الله. بقى الطحينه كمان جاهزه. انا مشهوره جدا بالطحينه التقيله. ده ما شاء الله. عشان بس اعرفك كل اللي بيجي هنا برضه بيجي برضه بالحته الطحينه دي برضه، في زبون بيجي لاجل حاجه معينه في دماغه مش شرط مشاوي برضه. ساعات والله فعلا بتجيب مش طحينه من شرط بره مشاوي. ما بتبقاش طعمها حلو. عندك بطايه عندك ديك روم عندك دي حاجه عندك زيت البيت جايزهول لك، تعالي جربي الكيس وجربي الوضع مش هتخسري حاجه. يعني انت برضه بتجيب بط بتجيب كل حاجه. انا بقول لك كل شيء كل شيء انت عايزه تعمليه مش شرط تشتري من عندي. هاتي له انا جايز لك. كمان يا جماعه بجهز هنا بط فراخ اي تتبيله انت عايزاها هو بيعملها. اي شيء انت عايز تعمله حمام صينيه عروسه بعمل. وصواني العروسه كمان يا جماعه، صواني العشاء ما شاء الله. انا معايا منه صالون العروسه محترم بصوري وشغلي ودنيتي برضه. 18 سنه النهارده استاذه بالمهنه باذن الله. ما انا عايزه اقول لك برضه يا بكل حاجه اهم حاجه النظافه. عايز اقول لكل شاب اشقى فعلا. اشقى بالحلال هتلاقي. فعلا. اشقى بالحلال هتلاقي، هتشقى بالحرام هتلاقي بس هتندم. فعلا. برضه حاجه بتنفع. الشباب مش هوايه. اهم حاجه الحلال يا جماعه، اهم حاجه ما شاء الله رزق الحلال، انما الرزق الحرام ما بينفعش. يعني تغش في الحاجه هتكسب مثلا شويه بس بعد كده تخسر زباين. اهم حاجه كسب الزبون. حاجه تبارك الله حاجه تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه. اهي شايفين الطحينه، وزي ما قلت لكم برده يعني كفايه نظافه المكان ما شاء الله. جهز لي البقره كده لازم. شغل كله يا جماعه قدامكم. هيجي نبدا. ماشي يا ابو كرم، عايزين برضك نعرف الناس اسعار مثلا الكفته ايه، اسعار الفرخه ايه، لو عايزين مثلا ان هم صلى على النبي والسلام. عندي انا بعمل هنا كيلو كفته بيطلع معاه سلطات عيش طحينه الرز طبق رز معاه من عندنا طبق رز اللي فوق كيلو كفته مع 2 شوربه ده عامل 500 جنيه. عامل 500 جنيه. عندك الفرخه زي ما انا قلت لك سلطه وعيش وطحينه 350 رز وشوربه كامله ومكمله ب 400 جنيه. فرخه 2 كيلو 300 جرام 2 كيلو 200 جرام. اقل من كده ما بعملش. اللهم صل على النبي. عندك الوجبات عندك وجبه ربع فراخ مع سيخ كفته 150 برز بسلطه وعيش وطحينه، ربع فراخ بالرز بتاعه 120. عندك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربع كفته الربع عامل 135 بالرز بالسلطه والعيش والطحينه ربع كفته. وعندك اللهم صل على النبي سندوتشات الكفته 45 كبده 40 سجق 40 كل دي شغل فحم حواوشي 25. عندك سندوتش الميكس اللحوم 80 سندوتشات التركي في تركي فراخ في تركي شيش التركي بادئ من عندي 80 اللي طالع تركي ميكس اللحوم 90 سندوتشات كبده فحم 80. اللهم صل على النبي. عندك اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم. عندك برضه اللهم صل على النبي في ارباع كبده اسكندراني ارباع انصاص كيلو الكبده الاسكندراني عامل عنده 400 ربع عامل 100 والسلطه والعيش والطحين ربع اسكندراني. كل شيء متاح. يا جماعه الاسعار ما شاء الله كل شيء متاح. تعالى بقى عندك بقى تسويات حسب الاتفاق بينهم وبين الزبون، يعني حسب الطلب اللي يحتاجه انا بتفق معاه. بس
هتلاقي قل تكاليف وانضف حاجه. براعي عشان شقيان مش اكتر والله. ربنا يا رب يوسع رزقك يا رب. والله انا براعي كل الاكل كده مش ربنا يوسع اكتر. رزقك. فاي حد يشرفني هنا طرف البلوجر الاستاذ السماح ليه خصم زي ما قلت لك. الخصم ده مفاجاه بيني وبينك. ان شاء الله. مش شرط اقول برضه. اي حد يا جماعه يجي من طرفي. اي حد يجي من طرف كذا الواجب هيتعمل وبالزياده كمان باذن الله. باذن الله. وهنا شرف ليا البلوجر برضه تنورني وتصورني. الله يخليك الله يخليك يا ابو كرم. شرف للمكان. الله يصلح حالك. هنا يا جماعه فين؟ هنا في شارع عبد اللطيف حماده. شارع عبد اللطيف حماده وقام الزودي للدواجن. شارع عبد اللطيف استاذ حماده. ابراهيم زودي بتاع الدواجن الفراخ. هتيجي من على الطريق العمومي المحكمه قول شارع عبد اللطيف او في نص الشارع ابو كرم. فهنا في السلسله. هنا في السلسله يا جماعه. في توصيل عندي هنا توصيل. كمان توصيل اوردرات. انت محتاجه اي طلب عندك اي طلب عايزه تبعته لي اسويه لك ببعت دليفري عادي اكن توك توك راح جاي لك ياخد طلباتك بس هنا متاح كل حاجه عندي. ما تقلقوش من اي حاجه. توصيل متاح. تمام. بفتح من الظهر ل 3 الفجر شغال باذن الله. ما شاء الله تمام. من الظهر من بعد صلاه الظهر بنصلي ونطلع نشتغل لحد 3 الفجر شغال. في اي وقت تنوروني هنا هيتعمل الصح والواجب قسما بالله. انت قلت شوي الفرخه بكام؟ عندك شوي الفرخه 70. شوي الفرخه 70 تتبيله وتقطيع 70 مشوي. وعندك سلطه وعيش وطحينه 130. عندك كيلو كفته شوي 60. تمام. سلطه وعيش وطحينه 120. تمام. تعالى لي واطلع اسال بره هتلاقي ايه انا اقل منهم بكتير. هتكون عند ابو كرمه هتاخدوا ما يسركم ما شاء الله. انا الحمد لله اي مطعم كنت اشتغلت فيه بفضل ربنا. فانا عارف الدنيا كلها دايره وربنا يرزقهم زي ما هيرزقني. امين يا رب امين. تعالى وشوف الجوده وشوف النظافه وشوف اللي انا بعمله معاك. لا ما شاء الله بجد والله يعني كفايه شكل المحل وشكل المكان والله العظيم بجد كفايه نظافه ما شاء الله. شايفين يا جماعه كل حاجه هنا نظيفه ومتغلفه كمان. كل حاجه قدامكم اهي عند ابو كرم والسلطات وكل حاجه ما شاء الله. ما حدش بيشتغل بالجوده دي صدقيني. ما حدش بيشتغل في مطاعم مشويات بالصلاه كله بيشتغل في طبق الفوم الابيض. فعلا ايوه. انا عايز اخلي الزبون برضه يبقى فاهم انها في جوده وفي نظافه وفي اهتمام برضه بالزبون. تعال هتلاقي في اهتمام. والاكل هنا بيتعمل بنفس ما شاء الله. والله بيتعمل بنفس. وجبات طالعه يا جماعه. الفول بالسلطات بالمخللات بالطحينه بكل حاجه. كمان الكبشه بتاعتي. مع برضك ايه بيسيخ كفته اهيت كلها على الطبيعه ان شاء الله. في ناس يا بكره بتبقى عايزين يعرفوا ايه يعني خلطه الكفته الحاتي بتبقى عباره عن ايه؟ صلى الله على النبي الكل صلى الله عليه وسلم. انا سافرت الخليج برضه. فكل واحد لما بيلف بيتعلم. تمام. ايوه. خلطه الكفته حاتي ايه بقى؟ يعني سر نجاحها. بس سر نجاحها انا اقول لك انا الخلطه بتاعتها واي شيف يشتغل في غير الخلطه دي يبقى ما يعرفش في كفته حياته. تمام. انا هقولها لك اهو فلفل اسمر ملح بقدونس جوز الطيب غير كده ما بنحطش في الكفته اي شيء. سبحان الله زي ما انا فلفل اسمر ملح بقدونس جوز الطيب. بلح جوز الطيب بتفرط منه شويه كده مع الكفته. اي حاجه تانية لا يا جماعه. اي شيء. لا بصل بقى ولا جزر ولا كلام من عندي نسبه بصل بس نسبه بصل قليله بس انا بقول لك البهار ما بقولش البصل. بصي يا جماعه دي كفته الحاتي انما الكفته التانية ممكن تحطوا فيها اي حاجه عادي. ست الكل اي مطعم بره انت بتروحي بتشتغلي بيديلك اللي هو عايزه مش انت اللي انت عايزاه. هو بيقول لك انا كفتة هنا بتحط 1 2 3 4. تمام. انا بقول لك فلفل اسمر كزبره فلفل اسمر بقدونس ملح نص الطيب. فلفل اسمر بقدونس ملح نص الطيب غير كده جربي في البيت اشواء في الفحم وجربي اللي انا بقول لك عليه. سامعين يا جماعه؟ هتلاقي فرق شاسع. هتيجي تاكلي الكفته اللي بره مثلا هتحس ان فيها ايه؟ تموجه بهار تاني طعم تاني. في تلويف التانية تلويف البرجر تلويف التانية وبقول لك كفته. يعني السر في جوز الطيب والفلفل الاسمر. الصنعة حرفة مش تفتح وخلاص هي حرفة. صح عندك حق. مش كل اللي عمل كفته يبقى شيء. لا جنيه يا جماعه ان شاء الله. الحاجه هنا برضو ايه تستوي على الطبيعه قدامكم يعني. كده كمان ايه شطه ده في 4 اضلاع. اعمل لك انا بقى
هعمل لك انا شيش طاووق من ايه؟ باذن الله. هنعمل افتتاح كبير باذن الله. احنا لسه ما عملناش افتتاح، احنا لسه بادئين بالبق ان شاء الله. وانا برضك من شغل على الطريق. انا كان برضك معاه زباين، برضك، ومعاه الحمد لله زباين من كتر لف ومن كتر شغل. تمام. احنا هنعمل افتتاح كبير بس كل وقت وله اذان. انا لسه برضك بسيب رجلي البلد ما كانش فيها مطاعم. كل ما مطعم يفتح يفشل، كل ما مطعم يفتح يفشل. فعلا مش عارفه. لا والله انا لسه بادئ بقول يا هادي. انا فاتح قبل العيد ب3 ايام والحمد لله بفضل ربنا كرمني. الحمد لله. ربنا يوسع عليك. من عند الله، ربنا كرمني. ويثبت اقدامك. احنا لسه بنثبت اقدامنا بقى. احنا لسه بنقول يا هادي. هتلاقي في تطورات، هتلاقي في مطعم تاني كبير هيتفتح باذن الله، دنيا تانيه ان شاء الله. بس احنا بنقول يا رب وبنسعى. ربنا يوسع رزقك يا رب. فاحنا انت كل فاتح مشروع زيك. انا والله انا بدعو كل شاب يشقى بالحلال يفتح اي مشروع ارزق. اي حاجه ترزق فيها بالحلال ربنا هيعينك. صلي وانت ربنا هيرزقك. مفيش شباب قاعدين على القهوه يقول لك ده احنا مش لاقيين شغل. بعض الشباب تيجي تقول لي مفيش شغل ازاي؟ افتح مشروع من اقل حاجه وابسط حاجه. الحمد لله. مشروع. الحمد لله. انا فاتح بفرن حواوشي هنا والناس كلها تتعرف البلد. فرن حواوشي صغير. طورت نفسي شهر بشهر اللي اقدر عليه اجيبه، اللي اقدر عليه اجيبه. كل واحد بينجح نفسه. حط هدف. فعلا الهدف هتجيبه حتى لو انت بني ادم زي ما اللي خلقه بني ادم. يعني بدات الاول بفرن حواوشي. غيرك مش او بيجيب فلوس ما تبصلوش. لا اشقى زيه وهات فلوس زيه. صح. هي الدنيا كده. ايوه فعلا صح. بص للهدف هتجيبه. صح. اتعلم من غيرك الصح ما تتعلمش الغلط. فعلا. انا برضو يا جماعه بيحطوا تتبيله الفراخ المشويه. دي بقى البهارات اللي بيحطوا. بهارات بقى عباره عن ايه يا ابو كرم؟ ده اللهم صل على النبي. دي لون زعفران وده لون غراب الشمس. غراب الشمس؟ لون ده لون سعودي. لون دوني، لون سعودي. وده كاري. ده كاري مع جوز الطيب مع تلويفه كده. ودي بهارات فرن. بهارات فرن مش بهارات مشاوي عشان برضو يعني ايه بهارات فرن؟ دي بهارات فرن، بهارات فراخ فرن. انا اللي اعرفه اللي بهارات اللحمه، بهارات الفراخ. ماشي. لا دي بهارات فراخ فرن. فراخ فرن تخش الفرن دي لها تتبيله معينه. تخش اللي هو في الكيس الحراري. دي بهارات الكيس الحراري. ما شاء الله. دي بتدي تيست عالي للفراخ المشويه على الفحم. ما شاء الله. شايفين يا جماعه دي خلطه البهارات اللي بيعملها للفراخ. دي التتبيله بتاعت الفراخ. ده طبعا عباره عن بصل وفلفل. ده عباره عن بصل، فلفل الوان احمر واصفر، جزر، اللهم صل على النبي، توم، شطه حمراء، شطه كبابيه حمراء، طماطم، اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ اهم حاجه الليمون يا ابو كرم. زيت ليمون. ده اساسيات يا ست الكل، اساسيات. دي بابريكا مدخنه. ما شاء الله. بابريكا مدخنه. التتبيله اصلا الوحيده ريحتها ما شاء الله جميله. الشغل اللي عماره شغل والله يا جماعه، شغل عالي بجد. لا اسانس برتقال. اسانس كمان. اسانس برتقال. اسانس برتقال يا جماعه. ما شاء الله. شفتوا طبعا النهارده كل حاجه بعينيكم. كفته الفراخ، كفته اللحمه، والتتبيله بتاعت كفته الفراخ ما شاء الله، والتفريزات اللي عندي والملح هندسه ما شاء الله. دايما نعمل تتبيله فراخ اعلى تست الملح. تست الملح يبقى اعلى عشان تحس كده التتبيله بتاعت الفرخه. لا مش حته تتبيله الفرخه، تست الملح يبقى اعلى من الملح. الملح بيوسع مجال للتتبيله تخش جوه الفرخه. عامل من عوامل الايه تفتح الايه. كده بقى ايه تتبيله الفراخ جاهزه. تبل الفراخ برضه قدامهم ما شاء الله. كل شغل طبيعي، مفيش اي مركبات، اي حاجه تضر الصحه. مفيش اي هنا حاجه تضر الصحه. مفيش كربونات، مفيش اي مواد دهنيه تضر الصحه هنا في الاكل. شايفين يا جماعه ما شاء الله. يعني ابو كرم قال لنا كل الاسرار، اسرار تتبيله الكفته واسرار تتبيله الفراخ. الاسرار عند اللي خلينا ست الكل. ربنا هو اللي بيرزق سبحان الله. بس هي الدنيا لبعضها والناس بترزق كلها من بعضها. امين يا رب. شوف ابو كرم
حبيب قلبك كبير، حبيب عم عمر. حاسبه انا. حاسبه الفلوس في جيبي ماما. ده بقى ايه التتبيله معانا جاهزه ما شاء الله. بجد يعني كفايه الريحه. الريحه كفايه. تتاكل بايدك. ايوه. حاجه بالصلاه على النبي. ما شاء الله شايفين يا كفتة جماعه. تمام تمام التمام. مش بشكر في حاجتي، الزبائن هي اللي بتشكر في حاجتي بجد وعارفه والله باللي انا يعني بقول كفايه عليه. الريحه. كفته مشويه قدام العين اهو، حاجه ولا فيها اي لعب. حاجه نظافه، حاجه تمام التمام. ده معنان بخدم برضه في التتبيله. التتبيله قدامكم اهي تتبيله الفراخ ما شاء الله. يعني كل حاجه عمليه، كل حاجه فريش. عشان الناس يا جماعه بتقلق من التتبيله. التتبيله ما شاء الله يا باشا النظافه قدام عينهم يا باشا. هو بجد والله. اللي يهم الزبون النظافه برضه قبل اي شيء. اكيد. وزي ما هتشوفني في الفيديو هتشوفني كل يوم، زي ما هتشوف النظافه في الفيديو مش عشان فيديو، لا هتشوفني كل يوم برضه بنضيف برضه. الشغل كله اهو يا جماعه قدام الناس. استاذ كل التتبيله هنا بتعوم في التتبيله. كل يوم السرفيس بيتعمل بيومه. يتاخد بالليل يتاخد الصبح، كل يوم بنجيب فراخ وكل يوم بنتبل فراخ طازه بطازه. ما شاء الله ربنا يوسع رزقك. ربنا يبعت الرزق. امين يا رب. مش شرط تجيلي في وقت تلاقيني عندي شغل، لا انا عندي شغل الحمد لله ربنا بيكرمني. قلت لك الحمد لله فوق كل شيء. الحمد لله ما شاء الله. انا بجد والله ما شاء الله خير نظافه. ما شاء الله يا جماعه. فراخ على كفته. ارفع له سكان فراخ. طبعا. فين يا جماعه الحواوشي؟ تعالى يا باشا. على الطبقه يا باشا، حاجه على الطبقه بالصلاه على النبي. حاجه لحمه كله مش بكذب على الزبون، لا انا بديله حاجه باكلها، حاجه ب 25 جنيه بس حاجه بتاكلها. ما شاء الله. مش حاجه تدور عليها فيها. ما شاء الله. بيطلع معاه المخلل والسلطه بتاعته 25 واحد. 25 جنيه. ما معكش فلوس النهارده تعالى لي هتلاقي في حاجه على قد الايد، حاجه برضه ما هتشبع هتشبع منها. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه كده. ماشي. شغل عليه يا جماعه، شغل فاخر من الاخر. بس يشتوقك ما شاء الله. اللون ده يا جماعه بيقول لك لون غروب الشمس. لون غروب الشمس ما شاء الله. بجد يعني الريحه والطعم جنان تحفه. ده صورت الكل. ايوه ماشي. ايوه يا جماعه شايفين على الفراخ بالظبط الحبايه. ما شاء الله. تشوي الزايه بتلاقيها ملزقه ولا مدهنه ولا اي حاجه. ما شاء الله. ما شاء تاكل كاندي مش تاكل رز. ما شاء الله. امين يا رب. تعالى في رمضان هتلاقي عندي وجبات محترمه، كباب حله، هتلاقي عندي لحوم وخضار ورز شعريه، هتلاقي في شغل تاني في رمضان هنا. وجبات على الافطار. ان شاء الله. هنعمل وجبات على الافطار. كل حاجه هنا يا جماعه. كل حاجه متاحه. وده كمان الفراخ. بدل ما تطلع تجيبها من هنا ولا من هنا، تعالى يا ابن بلدك اولى بيك. ونظام وشغل والله ودنيا. العظيم. لا بجد وزي ما انت والله عايز شغل عالي عالي. هتلاقي نظافه، هتلاقي شغل اتيكيت، كل اللي انت عايزه هتلاقيه. فين يا جماعه الشغل ما شاء الله. شغل طازه، شغل عالي. حاجه تشرفك، حاجه وجبات اللي انت عايزه. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه شايفين حاجه بالصلاه على كده يعني النبي. بجد. حاجه مش بالصلاه عارفه على اقول ايه. النبي. العين بتاكل تسلم ايدك. والله العين بتاكل قبل بجد والله تسلم ايدك بجد والله.